السلام عليكم، معكم قناة حكايتي. نهار جديد وفيديو جديد، واليوم غادي يكون الجزء الثاني ديال القصة ديال كتاب السحر. خلينا في الجزء الأول مني مشيت نخبر مولاي الدار. خليكم معايا وتابعوا القصة من بعد هذا الانطو. مولاي الدار بقاو غير مصدومين. من بعد درنا بقيته باش نمشيو عند شي فقيه باقي عقل. نوضتني الوالده مع 4 ديال الصباح، ما شاء الله، نمشيو ونشدو النوبه حيت كيكونوا عنده الناس بزاف. وصلت نوبتي ودخلت. كي جلست جاني داك الشي بشكل وخاطري تزير، ولكن ما عندي حتى شي حل اخر. عاودت لفقيه كلشي من الاول حتى الاخر، وانا كامل كنترعد لدرجه بقيت فيه. قال لي اش خصني ندير؟ قال لي باللي خصني ضروري نجيب ليه داك الكتاب. داك الشي اللي درت، جبته ليه باش يقدر يفك ليا هاد المصيبه اللي درتها لراسي. اش غادي نقول لكم، خدمت شلا حوايج كيتعلقوا بداك الشي، وجبت شي صفحات في داك الكتاب اللي هما باش غادي نتهنى. هو خدام وانا بارك حداه، غا كنشوفو كنتسنى غا امتى يكمل هادشي ونرجع لحياتي اللي كانت. دوز الفقيه وقت طويل، وكنت فين ما يقول لي نهار اللي نجي فيه واش نجيب. كنمشيو الوالده مكرفصه معايا. بقيت على داك الحال هكاك حتى صافي وصل اخر نهار اللي غادي يكمل فيه هادشي. مشيت عند الفقيه. كي دخلت بان لي وجهه مخطوف، وقال لي ابرك ولدي. من ديك الطريقه باش قالها عرفت القضيه حامضه. المهم بركت وهو يقول لي دابا كلشي داز مزيان، ولكن ولدي كاين واحد المشكل. قلت ليه اشنا هو؟ قال لي الجنيه اللي مزوجه بك باش تبعد منك وباش تمشي خاصها روح ديال شي واحد. انا ري اش كيقول هذا؟ اشنو خاصني دابا نقتل شي واحد ونعطيه ليها باش تقدر تبعد مني؟ لا لا لا، ما يمكنش. انا لا قتلت باش نقدر نتفك من هذا الشيء غادي نمشي للحبس، ولا بقيتهم ما درت والو غادي نبقى حياتي كامله عايشه هكا ومعذب. ضاقت بيا الدنيا وما عرفت ما ندير، وقلت علاش ما نمشيش عند شي طبيب نفساني ونعاود ليه هادشي. واخا داكشي ديال السحر والجن ما عندهم ما يدير ليا هو في هادشي، ولكن نجرب. المهم مشيت عند الطبيب وعاودت ليه كلشي، وعاودت ليه حتى داك البلان ديال خاص نقتل شي روح. ولكن في وجه الطبيب كيبان ليا باللي جاتو هاد الحاله في شكل وما يقدر يفيدني بوالو من غير يخرج ليا شي دواء وصافي. واخا الدواء كان كينعس وكيرخيني، ولكن داكشي اللي فيا مازال، ومازال نفس الحوايج كيطراو معايا. وانا ما بيدي ما ندير. بقيت متبع عند طبيب نفساني، ولكن ديك الحاله مازال كتجيني. هادشي اللي مكتاب عليا على ود الكتاب صدقت مضيع حياتي ومستقبلي، وليت بحال الحمق. هادشي كامل بسبب الفضول اللي فيا والزعامه الخاويه. نصيحه اللي قلتها لكم في الاول تاع القصه نعاود نقولها لكم من بعد، بلا ما تحاولوا تقلبوا على هذا الكتاب وتقراوه، حيت غادي يقلب لكم حياتكم وغادي يوصلكم لواحد النقطه اللي ما فيها رجوع. وهادشي كله طرا ليا، وهذه هي قصتنا، وهذه هي النهايه ديال القصه ديال كتاب السحر.